سألتكم بعد الفيديو اللي فات لو عايزين نعمل الجزء الثاني من لاعيبة الموسم الواحد نسخة الدوري المصري ولا نطلع على أوروبا، وأغلبكم اختار دوري مصري. فها نحن ذا في بارت 2 من لاعيبة تألقت لمدة موسم واحد وبعد كده اختفوا، أو باختصار لاعيبة الموسم الواحد نسخة الدوري المصري. وما أكثرهم في دورينا العظيم. فاربط الحزام وهات لك حاجة تشربها عشان الخوف على اللي جاي مش على اللي بعد كده. السلام عليكم، أنا عمر هاني ودي قناتي حدوتة من المدرج. ما تنسوش لايك وشير الفيديو، عايزين نكبر عيلتنا بإذن الله. سبسكرايب في القناة وفعلوا زر الجرس، خلوا على كل الإشعارات عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد. ولو مهتم بالكوره في حياتك هتلاقيني سايب لك لينك التيك توك في الديسكربشن، بنزل هناك محتوى بشكل شبه يومي يعني باذن الله. واللينك الانستا برده موجود، خش اعمل لي فولو. ولو عايز تشتري التيشيرت فريقك المفضل خش على الستور الخاص بينا كيك اوف ستور، هتلاقي اللينك برده في الديسكربشن. كيك اوف ستور ذا بيست تشويس فور يو، متاح كل الخامات بمختلف الاسعار، ومتاح كمان توصيل لكل محافظات مصر. وما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ويلا بينا فن. عايز انوه لحاجه، وهي ان ترتيب اللعيبه على مدار الحلقه هو ترتيب عشوائي مش ملوش اي علاقه سواء بالعاطفه او بمستوى اللاعب ولا مدى حبي فيهم حتى. اللاعب الاول معانا وهو احمد عبد الظاهر، نسخه انبي موسم 2010 2011، الموسم اللي خد فيه هداف الدوري بالتساوي مع شيكابالا بواقع 13 هدف لكل لاعب، وساهم في فوز انبي بكاس مصر على حساب الزمالك بعد ما سجل هدف الحسم، وكان اداؤه كويس جدا طول الموسم. ومع بدايه موسم 2012 طبعا حصلت المشكله الشهيره مجزره بورسعيد، والنشاط الكروي بيقف تماما في مصر، والحدث ده اتكلمنا عليه في فيديو كامل خاص بيه على القناه بعنوان مجزره بورسعيد، القصه الكامله والحقيقه الكامله. لو نسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن او في الاي اللي هتظهر لك هنا او هنا. بعدها انبي بيلعب الكونفدراليه، واحمد عبد الظاهر بيسجل في دور ال 32 قدام نادي ليديا اكاديمي البوروندي، وبسبب مستواه الجبار طبعا الاهلي بيحط عينه عليه وبيمضيه تاني موسم على طول. المهم بعدها بدا ياخد واحده واحده، بس مستواه برده ما كانش المنتظر منه. يعني لعب مع الاهلي 27 مباراه، سجل 7 اهداف لحد ما جاب جون في نهائي افريقيا 2013 قدام اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، ورفع شعار رابعه في احتفاله بالهدف، القصه الشهيره وقتها. وبعدها الدنيا قامت عليه والاهلي حوله للتحقيق ووقف اللاعب وعرضه للبيع وحرمه من مكافآت البطوله. بعدها راح الاتحاد الليبي اعاره ورجع تاني على الاهلي. ما تفتكرلوش في الوقت ده غير جونين، الكره اللي الحارس شتتها خبطت فيه وجت جون، والجول اللي جابه في كونفدراليه 2015 بعد ما اتصاب في القفص الصدري تقريبا خلال المباراه ووقع على الارض ما قدرش يكمل، وطلب حتى الجهاز الطبي ينزل، ولكن لقى ان الهجمه فيها روح او الهجمه فيها خطوره على المرمى، قام على طول الكره جات له جابها جون وكمل وقع تاني، وده قبل ما ينزل الجهاز الطبي ويبدل اللاعب. وده بيبين لك مدى الروح والحماسه اللي كان بيلعب بيها احمد عبد الظاهر وقتها. وبس من بعدها احمد عبد الظاهر هو مختفي تماما اغلب مواسمه لحد ما اعتزل، وحاليا في الجهاز الفني لنادي انبي. تاني لاعب معانا النهارده وهو الغزال عمرو جمال، في اول مواسمه مع الفريق الاول بالنادي الاهلي موسم 2013 2014. عمرو جمال الموسم ده انفجر تهديفين في الدوري وفي افريقيا، وكان المهاجم العصري للاهلي، وخلاص كانت الامال كلها عليه، خلاص خليفه متعب بقت في الملعب. لعب 30 مباراه، سجل 14 جون وعمل اسيستين، كان بيسجل كمان في الماتشات الكبيره زي الجونين اللي جابهم في السوبر الافريقي قدام الصفاقسي التونسي. وكده خلاص مصدقنا لقينا مهاجم مسكنا فيه بايدينا واسناننا لحد بدايه موسم 2014 2015، والاهلي بيلعب مباراه مع الاسيوطي في ملعب الاسيوطي. عمرو جمال بيقع وبينزل الجهاز الطبي وبيطلعه، بنكتشف بعد المباراه ان عمرو جمال اتصاب باول رباط صليبي في مسيرته، الاصابه اللي بسببها بيغيب فتره كبيره عن الملاعب في عز تالقه، وقتها كان نجم شباك حرفيا ما لحقش يتهنى. وبعد ما رجع من الرباط الصليبي نسى الكوره يعتبر، لعب مع الاهلي موسمين، ماتشات متقطعه، سجل فيهم 8 اهداف وعمل 4 اسيستات، منهم جوله في الزمالك موسم 2016 المباراه اللي انتهت 2-0 بجول ايفونا وجول عمرو جمال، غير الجون اللي جابه في يانج افريكانز هناك. وافتكر في موسم 2016 عمرو جمال بيسجل هدف ضد نادي انبي، بعد الهدف بيبدا يبكي، وده بيبين ان قد ايه اللاعب كان مضغوط وقتها، ولكن برضه ما جابش مستواه المطلوب. وانا افتكر انا كنت بحبه جدا وقتها ايام ما كنت بتفرج عليه، يعني انا كان نفسي ينزل يجيب جون حرفيا. بعدها بقى طلع اعاره لجنوب افريقيا، لعب في نادي بيدفست، وبعدها راح لفنلندا لنادي هلسنكي، لكن مستواه ما رجعش زي الاول، فالاهلي باعه راح لفاركو، وحاليا بيلعب في حرس الحدود. ثالث لاعب معانا وهو اسلام عيسى، نسخه المصري موسم 2018. اسلام عيسى بدا الموسم مع نادي النصر القاهري اللي كان بيلعب ممتاز وقتها، وقدم اداء كويس في بدايه الموسم وجاب جون حلو في المصري في شهر ديسمبر اخر السنه. بعدها على طول بايام حسام حسن بضاه قال لهم هاتوا لي الواد ده، راح على طول في انتقالات يناير وقدم مستوى كويس جدا مع المصري، وهو كان بالمناسبه لاعب قصير القامه، فاسره ده كان مساعده ان هو يعدي من اي لاعب حرفيا. كمل معاهم الموسم ولعب في الكونفدراليه وقدم وقتها اداء كويس جدا، وبالمناسبه المصري وقتها اصلا كتيم كان جامد حرفيا سواء في الكونفدراليه او في الدوري. وانهى اسلام عيسى في موسم ونص يعتبر مع المصري، سجل 13 هدف وعمل 5 اسيستات، يعني 18 مساهمه في موسم ونص مع نادي المصري. في بدايه موسم 2019 2020 مضى مع نادي بيراميدز لمده 5 سنين، ولحد شهر 10 اللي فات سجل معاهم 23 هدف فقط، وعده بيخلص وسيراميكا بيمضيه في صفقه انتقال حر، ولحد دلوقتي مسجل معاهم 5 اهداف. رابع لاعب معانا وهو عبد الله جمعه، موسم 2019 مع نادي الزمالك لما فاز بالكونفدراليه مع كريستيان جروس. عبد الله جمعه كان قبلها موسمين مع المصري، يعني اللي هو شغال شويه وبيلعب جناح يمين، وكان ساعد المصري ان هو يصعد لنهائي كاس مصر على حساب نادي الزمالك، واللي طبعا خسروا من النادي
الاهلي في النهائي، وبعدها راح على الزمالك لكن ما عملش حاجه يعتبر طوال موسم 2018 واللي انهى الزمالك في المركز الثالث في الدوري. بيجي كريستيان جروس وبيوظف عبد الله جمعه ان هو يلعب باك ليفت بدل جناح يمين، وحرفيا الموسم ده عبد الله جمعه بينفجر في المركز بتاعه، مش بس على المستوى الهجومي لا ده كمان على المستوى الدفاعي. هو على المستوى الهجومي ما كانش قد كده برضه، ولكن على المستوى الدفاعي ده اللي احنا قصدنا البرايم بتاعه، ما كانش فيه هجمه بتعديه بالساهل، قطع كرات ويلعب كرات عرضيه واسيستات، وكان بيرهق الخصم حرفيا. وكان الزمالك في الموسم ده قريب جدا من التتويج بالدوري، ولكن طبعا الاهلي بيخطف منهم الدوري ده، دوري 2019 الشهير، واللي انا عارف ان انتوا طلبتوه مني كتير وان شاء الله هعمل عنه قريب فيديو. غير ان الزمالك فاز بالكونفدراليه الموسم ده، وبالمناسبه كان عبد الله جمعه سجد اخر ضربه جزاء وهي ضربه جزاء الحسم في الفوز بالبطوله. وفي نهايه الموسم جروس بيمشي من الزمالك وعبد الله جمعه بيتوه فنيا ما بين الاصابات والمشاكل اللي بيعملها، وحاليا بيلعب مع نادي بلديه المحله في الدرجه الثانيه. خامس واخر لاعب معانا هو دييجو كالديرون مع نادي الاسماعيلي موسم 2017. الاسماعيلي بيتعاقد مع لاعب في يناير 2017 وبيلعب معاهم بقيه الموسم، بيسجل 6 اهداف ويصنع اسيستين، وبيبدا معاهم موسم 2017 2018 بينفجر معاهم حرفيا تهديفيا وبيوريهم المهاجم اللي بجد، وبيسجل من اقل فرصه، مهاجم هداف بيلعب على المرمى. وكان في فتره كويسه للاسماعيلي كتيم. في الموسم ده كالديرون مع الاسماعيلي بيلعب 27 مباراه، بيسجل 14 هدف وبيصنع 7 اسيستات، وبيساعد الاسماعيلي انه ينهي الموسم ده في المركز الثاني في الدوري المصري بفارق 20 نقطه عن الاهلي المتصدر الدوري في المركز الاول. وبيلعب الاسماعيلي اخيرا في افريقيا بعد غياب طويل جدا، لكن عشان حظهم وحش ومش معاهم فلوس كفايه ما قدروش يحافظوا على اللاعب، وبيمشي من الاسماعيلي بعد ما لعب سنه ونص، عمل 29 مساهمه تهديفيه، ولو كان كمل معاهم كان اكيد هيفرق جامد. بس كده يا سيدي خلاص خلصنا الفيديو. فيديو النهارده كان خفيف لطيف كده على قلبكم، ولو عندكم لعيبه تانية طلقت لمده موسم واحد وبعدين اختفت انزلوا اكتبوا لنا في الكومنتات. بس ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه ودوسوا على الجرس خلونا كل الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وهتلاقوا لينك التيك توك في الديسكربشن اعملوا فولو، لينك الانستجرام اعملوا فولو. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. سلام.